فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. جهة اليمنى ماكيني رفقة أرتور، في وسط الميدان رامسي مع موراتا وكذلك كريستيانو رونالدو. هذه التشكيلة التي يلعب بها فريق يوفنتوس هذه المباراة. يوفنتوس الذي ضمن التأهل رفقة البارسا على حساب دينامو كييف وفيرنتفاروس، والعناق المنتظر بين رونالدو وميسي. عندنا مدة لم نلتقي، يقول في قرارة نفسه رونالدو لميسي وميسي لرونالدو. طبعا المواجهة هذه كانت فرصة كثير من عشاق الثنائي بأن يبحث في الأرشيف ويعيد التذكير بالصور وبالأرقام، أرقام كل المواجهات السابقة بين الرجلين. طبعا مواجهة بين رونالدو وميسي أنست ربما البعض في أن المباراة تاع اليوم هي مباراة بين اليوفي وبرشلونة. طبعا هي بين عملاقي الكرة العالمية الأفضل في العالم طيلة العقد الأخير من خلال تقاسمهما لقب أفضل لاعب. ميسي نال 6 ورونالدو نال 5. طبعا ميسي ورونالدو يختزلان الليلة عنوان المواجهة بين العملاقين، خاصة وأن المواجهات بين النجمين صارت قليلة منذ رحيل البرتغالي عن الريال والدوري الإسباني. اللاعبية نعم، وليس ماكيني كما كان نعم بقاؤه في كرسي الاحتياط وعلى عدم لعبه عديد المباريات. تلعب الكرة من هنالك في اتجاه كوادرادو على الجهة اليمنى لصالح عناصر اليوفي، وخرجت راحت في التماس تحت ضغط كبير رونالدو في الأيام القليلة الماضية. رونالدو جهة اليمنى والانطلاقة من قبل عن طريق خطيرة من بيدري والدفاع، يتدخل ويخرجها في اليوفي وما زال أرتور في برشلونة. ديلكا عن طريق دانيلو، كرة بعيدة وراحت سهلة. اللاعب بيدري والحكم يقول خطأ لصالح صغير برشلونة 18 عاما. اللاعب بيدري الذي يلعب في التشكيلة الأساسية اليوم في مكان فيليبي ديليخت. موراتا رقم كورتو كاد يمر والحكم يصفر له خطأ. الحكم الألماني توبياس شتيلر الذي يدير هذه المباراة أول اللعب بظهره يعني للمباراة هذه بالتشكيل الأساسي تقريبا، دليل على موراتا. يرجع لألكساندرو والتغطية الدفاعية من لونغلي، ثم ديليخت ضيع هذه الكرة والحكم يقول لمسة يد أم تقديم الرجل من إصابة رونالدو. ماكيني ورونالدو اطلبها الكرة من هنالك على الجهة اليمنى. كوادرادو كان وحده يا كريستيانو. التسديد رائعة رونالدو ودانيلو والتسديدة الرائعة. سلام، أول كرة ساخنة. رونالدو على الجهة اليسرى استلم الكرة مع ألكساندرو، حاول يمر منها مباشرة. الكرة هذه في اتجاه رمسي ولكن بعيدة، في ظرف صعب جاء في زمن رونالدو ضربة جزاء. رونالدو الروخو وضربة جزاء ليوفنتوس ولكريستيانو رونالدو الذي يستعد لتسجيل هدفه السادس عشر على فريق برشلونة في جميع المسابقات. تنفيذ ركلة الجزاء رونالدو جول. رونالدو يفتح مجال التسجيل لليوفي ويسجل 3 أهدافه في دوري أبطال أوروبا، ويذكرنا بأيام رونالدو مع الريال عندما كان يسجل مع فريق برشلونة. حتى المخرج يروح لرونالدو بعدها على طول يروح لبرشلونة. ولو أنه المقارنة بين رونالدو وميسي من وجهة نظري هي مثل المقارنة بين نادال وفيدرر في التنس، وأنا بصراحة أشفق على من لا يزال يقارن بين في 12 سنة الماضية. كرة في العمق راح من هنالك عن رمسي كوادرادو يرجع للخلف. ميسي ورونالدو اللي يفعلها على الجهة اليمنى هنا ومازال ترجع له مرة ثانية. ديست وترينكاو، ديست يحاول يمر، ديست يرجع لترينكاو يطلبها جوردي ألبا، وصلت لليو بينية جريزمان. على فكرة جريزمان موجود يزالوا من الشارع، يبقى هو ليو ميسي. الكرة تلعب على الجهة اليسرى في اتجاه أرون رامسي. سامحوني ممكن زدت شوية في الكلام، الريتم المباراة سريع يقتضي من كيني لكوادرادو. جول، يا سلام، جول في منتهى الروعة. ماكيني الصغير يفعلها بلعبة ولا أروع.
وكذلك أميريكو كولومبيا على الجهة اليمنى بين ماكيني وكوادرادو. جول ولا أروع. فرحة زملاء ماكيني بالجول أكبر من فرحة ماكيني بهذا الهدف.